ما هذا؟ دامي، لكن لماذا لونه مختلف؟ أحيانا أراه أحمر قان، وأحيانا أخرى قاتما. سؤال ممتاز يا أحمد. أن دورتنا الدموية العجيبة تنتظرنا لنجيب عنه. ماذا لو تحولنا الآن إلى كريات دم صغيرة وانطلقنا في رحلة استكشافية داخل جسم أحمد؟ واو، لقد دخلوا. إلى أين سيذهبون؟ استعدوا لرحلة مدهشة، حيث سنكتشف أسرار الحياة داخل أجسامنا. مرحبا بكم داخل الأوعية الدموية. نحن الآن في الشريان الرئوي. نحن الآن جزء من هذا النهر العجيب. انظروا كيف يتدفق الدم حولنا. هل تلاحظون لونه الداكن؟ هذا لأنه مليء بثاني أكسيد الكربون الذي تجمعه الكريات الحمراء من خلايا الجسم. هذا هو القلب يا أبنائي. هذه الغرفة هي الأذين الأيمن. دخلنا عبر الوريد الأجوف، وها نحن ننتقل إلى البطين الأيمن. القلب هو محرك جسمنا، يضخ الدم بلا توقف. القلب هو محرك جسمنا، يضخ الدم بلا توقف. في مستوى الرئتين، انظروا، الهواء يدخل ويخرج. إننا نتزود بالأكسجين. بالضبط يا أذكياء. هنا في الرئتين، نتخلص من ثاني أكسيد الكربون الضار ونتزود بالأكسجين النقي الذي يحتاجه الجسم. لهذا السبب، يتغير لوننا من الأحمر القاتم إلى الأحمر القاني. هذا هو الدم المؤكسد، الجاهز لتغذية الجسم. الآن وقد أصبحنا محملين بالأكسجين الثمين، نعود إلى القلب مرة أخرى، ولكن إلى غرفة أخرى مختلفة تماماً، وهي الأذين الأيسر عبر الوريد الرئوي. لقد أكملنا دورتنا الصغرى بنجاح. الآن، من البطين الأيسر، ينطلق الدم المؤكسد في رحلته الكبرى عبر الشريان الأبهري. هذه هي الدورة الدموية الكبرى، وهي الأطول والأكثر أهمية لتغذية كل خلية في جسم الإنسان. صحيح، هذه الشعيرات الدموية هي محطات التوزيع. هنا نسلم الأكسجين والغذاء الذي حمناه من الرئتين والجهاز الهضمي إلى كل خلية في الجسم. وفي المقابل، نأخذ منها ثاني أكسيد الكربون والفضلات. واو، لقد دخلوا. إلى أين سيذهبون؟ أحسنت الملاحظة. لقد أتممنا دورتنا الكبرى، وعدنا إلى نقطة البداية في الأذين الأيمن للقلب، لنبدأ دورة جديدة. والآن، هل عرفتم لماذا يتغير لون دمك؟ نعم يا معلمتي، عندما تكون الكريات الحمراء محملة بالأكسجين من الرئتين، يكون الدم أحمر قانياً. وعندما تزود بثاني أكسيد الكربون، يصبح أحمر داكناً. إلى اللقاء يا أبطال. تذكروا درس اليوم. قطرة دم يعني حياة.